علشان الناس اللي بتسأل ليه الحاجات اللي بتحصل مع الأطفال بتحصل برا مصر بس. مرحبا بكم في مصر والرعب المصري، يلا بينا نبدأ. القصة الأولى أمين جمال. ماما بتحكي إنه أنا عندي سنتين كنت بقول لها إن في عفريت بيمشي في الأوضة. طبعا هي ما كانتش مهتمية أو ما كانتش مصدقة، عشان أنا كنت معروف إني خوفها بالزيادة. تاني يوم وهي بتغير لي هدومي لقيت ظهري مليان خرابيش. القصة التانية سالي الخشاب. كنت دايما لما بنام بشوف بني آدمين فوق الدولاب، كانوا بيبصولي وبيضحكوا. فاكراهم كويس لدرجة إني كنت بنزل استخبى تحت السرير. جهاد علي العشري. لما جدتي توفت البيت بتاعنا كان دورين، هي توفت في الشقة اللي في الدور الأرضي. فاكرة إني كنت نازلة أجري على السلم لما شفتها، كانت واقفة على باب الشقة اللي توفت فيها وبتبص بحزن أوي. كانت كأنها شفافة والجدار اللي كانت ساندة عليه كنت شايفاها من خلاله. طلعت أجري لماما وخالتي قعدوا يتريقوا عليا. ولاد خالتي كانوا مع جدتي لما توفت، سألوني لما شفتها كانت لابسة ايه، وصفت نفس الهدوم اللي هي توفت بيها. احنا رحنا على الغسل وما شفتهاش لما توفت كانت لابسة ايه. محدش صدق وقتها غير ولاد خالتي. وبعد فترة حصل مشكلة في نفس الشقة دي، ولما جيت احكي لماما وخالتي تاني قلت عشان كده تيتا كانت بتبص بزعل قوي على الشقة. قالوا وقتها ان هما كانوا مصدقيني بس مرضوش يخوفوني. سارة علي. كان في واحدة جارتنا بقالها فترة في المستشفى، مش باينة بقالها مدة. ماما لقت حفيدتها في الشارع، وقتها كان طفل عنده تقريبا 4 سنين. ماما بتهزر معاه وبتسأله امال تيتا عاملة ايه وهتروح امتى. بصلها وقال لها تيتا خلاص مش هترجع تاني. ساعتها كنا فاكرين طفل وبيهزر، بس بعدها الغريب انها فعلا اتوفت في نفس اليوم. ام ملك. ابن صديق لزوجي عنده حوالي 4، نزل مفزوع من اوضته وهو بيعيط بيستري. كان بيقول له ان في راجل بيدور عليه وماسك سكينة في ايده وعاوز يقتل الولد بيها. طبعا قلبوا الدنيا على الراجل ده وما لقوش حق، بس الموضوع لا يمكن يكون هبة احمد. مرة بالليل قوي اخويا ما كانش راضي ينام، فقفلنا انوار الشقة كلها ودخلت انا واختي اوضتنا ننام. جه معانا برضه رغم انها مش اوضته، وفي عز الضلمة بص على باب بتاع الأوضة فجأة وقال بخوف يا مين اللي واقفة عند الباب دي. لما بصيت ما كانش فيه حد. اخويا كان عنده 3 سنين وقتها، فما كانش هيقدر يألف قصة بالشكل ده. بسمة الملكي. لما كنت صغيرة كان عندي حوالي 4 سنين، بابا كان متعود وهو جاي من الشغل بالليل يجيب لي شوكولاتة. في يوم ما جابش وهو راجع قعدت اعيط، قال لي انا تعبان، وبعدين في جن واقف بره قدام الشقة. صدقتهوش وقلت له وروني، وفعلا خلاني بصيت من العين السحرية شفت شيء أشبه لإنسان بس ملوش أي ملامح، لونه كان أسود. خفت وقلت لبابا خلاص بكرة وابقى هاتلي. قال لي اقتنعتي؟ قلت له الجن واقف بره أنا شفته. بصلي جامد وقام بص بنفسه ملقاش حاجة. بصيت تاني أنا ملقيتوش. نورهان ربيع. لما كنت صغيرة ماما وبابا كانوا بيطفوا كل أنوار البيت ما عدا نور الحمام. الأوضة اللي أنا كنت بنام فيها كانت بعيدة عن الحمام. الدنيا كانت بتبقى ضلمة جدا. أنا ما كنتش بخاف من الضلمة دي، بل بالعكس كنت بحب أطفي النور أنا وأختي ونلعب استغماية والألعاب دي. بس كنت بخاف بالليل لما كان بيبقى البيت كله نايم، أنا بس اللي صاحي والبيت كله ضلمة. فكان بيطلع لي عفريت شكله يخوف وغريب جدا. العفاريت دي كانت بتقول لي كلام مش مفهوم، بس احيانا كنت بفهم كلامهم. كانوا بيقولوا ان هم عاوزين يقتلوني او يقتلوا اختي. العفاريت دي تقريبا كانت بتظهر كل يوم. احيانا كنت اكتر من مرة كنت بزعق. ماما وبابا كانوا بييجوا عشان يشوفوا في ايه، بس كانوا بيختفوا تماما. اول ما بابا وماما بيمشوا كانوا بيظهروا تاني. احيانا كنت بنام مع بابا وماما، كانوا ساعتها بيطلعوا من ورا الستاير. كانوا دايما بيطلعوا من اماكن غريبة جدا يخوفوني ويهددوني. واول ما ازعق كانوا بيختفوا ويظهروا بعد ما ماما تطفي النور تاني. على الرغم ان ماما كانت على طول مشغلة قرآن في البيت. الحاجات دي ما كانتش بتحصل غير في بيت واحد بس، وبعد ما نقلنا من البيت ده كل حاجة رجعت طبيعية. علا لولا. مرة جدة بنت بتحكي كانت بتصلي وهي قاعدة قدامها بتلعب، سمعتها بتتكلم حد او حاجة بمعنى اصح بتقول اقتلها. لا تيتا طيبة مش هتعمل كده تاني. شروق قنديل. بنتي عندها 6 سنين دلوقتي، كانت بتحكي وهي صغيرة عن واحدة اسمها مريم بتلعب معاها.
وكنت فعلا بلاقي بنتي بتتكلم مع واحدة في الأوضة، كانت بتحفظ لعب وأغاني وتيجي تقولها لي. بنتي ما كانتش بتنزل حضانات خالص. دلوقتي بنتي التانية عندها 3 سنين، من سنة لقيتها بتحكي عن مريم وبتلعب معاها، ولما بدخل أشوفها بتكلم مين بتقول لي اطلعي بره. مريم بتمشي لما بإسراء سمير من حوالي مثلا 7 أو 8 سنين، يعني لما كنت في 5 ابتدائي مثلا. في الشتاء ماما كانت بتحط ستارة غامقة جدا لدرجة انها كانت بتحجب اي ضوء جاي من الشارع. كنت دايما بصحى على اوامر زي مثلا قومي يلف حوالين السفرة، وكنت بشوف ناس بتجري حواليها اقوم فعلا الف حواليها وارجع انام. قومي اخرجي من الاوضة. طبعا الضلمة ما كانتش بتخليني اشوف. رحت لحيطة الشباك وحاولت اخرج على اساس انها الباب. وقفت اخبط دماغي في الحيطة جامد جامد لحد ما فقت. المرة اللي اتمسكت فيها من اهلي وبيتهيألي اني كنت ممكن اموت فيها. قال لي اروح اقف على سور البلكونة واقلد الخفاش واطير زي. الساعة كانت 3 الفجر. قمت ورحت البلكونة بكل هدوء. البلكونة كانت في اوضة بابا وماما. ماما حست بيا وانا بفتح البلكونة، صرخت فيا انت رايحة فين؟ فقت بس ما كنتش عارفة اقول لها ايه.